في بداية الفيلم بيظهر ولس وتيدي وهم أصدقاء وبيشتغلوا مذيعين على موقع راديو إنترنت، وبيناقشوا الفيديوهات الغريبة اللي بتجيب مشاهدات عالية. وهنا بيناقشوا فيديو لشخص قطع رجله بالسيف، والفيديو حقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة. ولس وتيدي بيضحكوا على الفيديو لأنهم معتقدين إنه خدعة ومش حقيقي، بس علشان الفيديو بقى ترند قرر ولس إنه يروح كندا ويعمل مقابلة مع صاحب الفيديو علشان المقابلة هتعجب متابعين الموقع الإذاعي بتاعهم. وبيظهر ولس مع خطيبته إيلي وبتقول له إنها عاوزة تروح معاه كندا. ولس رفض بشدة وخطيبته زعلت منه واتهمته إنه ما بقاش يحبها. وبيوصل كندا وبيقول له ضابط المطار على القوانين هناك. بعدها بيروح بيت صاحب الفيديو وبيكتشف إنه انتحر بسبب سخرية الناس من فيديوهاته على وسائل التواصل الاجتماعي. ولس مش مهتم لانتحار الشاب، لكنه حزين لأن سفره لكندا أصبح بدون فايدة. وبيروح كافيتيريا وبيتصل بتيدي صديقه وبيقول له إن الشاب انتحر، لكن تيدي بيقول له خليك عندك وحاول تلاقي قصة جديدة علشان سفرك يكون ليه فايدة. بيروح ولس للحمام وبيلاحظ وجود ورقة متعلقة على الحيطة، وهي عبارة عن إعلان لشخص اسمه هاورد، وكاتب في الإعلان إن عنده كتير من قصص المغامرات الحقيقية وجاهز يحكيها لمحبي قصص المغامرات. وساب على الورقة رقم تليفونه. ولس بيكلمه على طول وقال له أنا جاي لك حالا، بس اوصف العنوان بالظبط. وبياخد ورقة وقلم وبيكتب العنوان وبيسألهم المسافة هتكون قد إيه؟ قالوا له تقريبا ساعتين. وبيروح ولس للعنوان وبيوصل لبيت هاورد في مكان مقطوع وسط الغابة. وبيقابل هاورد وبيلاقيه شخص عجوز مشلول وقاعد على كرسي متحرك. وهاورد بيستقبل ولس وبيقدم له الشاي. ولس قال له انه مذيع على الانترنت ومهتم بالقصص الغريبة والحقيقية، وجيت لك علشان اسمع قصتك. هاورد قال له انه كان جندي خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وكان بيشتغل في المطبخ على سفينة حربية في روسيا، والسفينة غرقت وسط البحر وكل الجنود غرقت وماتت. وانا بحاول السباحة لقيت شيء وصلني للشاطئ، ببص ورايا شفت اللي انقذني وهو حيوان الفظ، وهو حيوان قطبي شبيه بفيل البحر بس له انياب طويله. وقال له انه كمان مش بس انقذني، ده كان بيحضني في البرد علشان احس بالدفى، وسميته مستر تاس. ولس مش مصدق القصه وبيشك فيها، وهما بيتكلموا بيحس ولس بالغرابه من طعم الشاي وبيغمى عليه. ولما بيفوق وبيفتح عينه بيلاقي نفسه مربوط في كرسي متحرك. ولما سأل هاورد ايه اللي حصل قال له ان في عنكبوت سام عضه والسم خلاه اغمى عليه، واضطر يتصل بالدكتور ويعالجه من السم. ولس طلب التليفون بتاعه علشان يتصل باهله ويطمنهم عليه، لكن هاورد قال له ان الدكتور منع التليفونات علشان فيها خطورة على صحته. ولس قال له انه مش حاسس برجله وبيبص على رجله يتفاجئ انها اتقطعت. هاورد قال له ان السم لما انتشر في رجلك اضطر الدكتور انه يقطعها قبل ما تسمم جسمك كله. وهم قاعدين على العشاء هاورد قال له ولس انت مش بتاكل ليه؟ ولس قال له مش قادر احرك ايديا. هاورد قال له اكيد بسبب المورفين، والا كان زمانك بتصرخ من الالم. لما سمع ولس كده عرف انه هاورد هو اللي قطع رجله وغضب جدا منه وشتمه. وفجأة بيقوم هاورد وبيتفاجئ ولس انه بيمشي كويس ومش مشلول ولا حاجة، وراح عند ولس وضربه على وشه وهدده انه ما يتكلمش والا هيموته. وبنروح عند إيلي وهي زعلانة إن ولس ما اتصلش بيها من يومين، وعندها شكوك إن ولس ما بقاش يحبها. وبتتصل إيلي بولس وبيسمع صوت رنة التليفون وبيوصل بصعوبة، وقبل ما يفتح بيكون الاتصال اتقطع. اعتقدت إيلي إنه مش عاوز يرد عليها وعملت الموبايل صامت. ولس بيسجل لها رسالة صوتية ويقول لها إن في شخص مجنون احتجزه وقطع له رجله ومش عارف ناوي على إيه تاني، وقال لها تيجي تنقذه بسرعة. لكن وهو بيتكلم في التليفون هاجمه هاورد وضربه على راسه وتسبب في إغمائه. تاني يوم بتسمع إيلي الرسالة الصوتية وبتروح لتيدي تعرفه، والاتنين بيحسوا بالفزع وسافروا فورا لكندا. وبنرجع لهاورد وهنا ظهر وهو بيعمل عملية جراحية لولس، وخيط ايده ولزقها في جسمه وقطع لسانه ورجله التانية. وبيتكلم ولس وهو متخدر وبيقول برافو مستر تاس، يعني تقريبا بيحوله لحيوان الفظ. وبيتكلم عن معاناته وهو صغير لما ابوه ذبح امه بالسكينة قدامه واتحط في دار الايتام واتعذب، والمجتمع كان رافضه وما شافش حب ولا حنية غير من حيوان الفظ، وهو دلوقتي مفتقده وبيتمنى يعبر له عن شكره. وبتوصل
وصل إيلي وتيدي لكندا وبدأوا في البحث عن ولس، وراحوا لكل مكان ممكن يكون موجود فيه ولس، لكن محدش قدر يتعرف عليه. وبيروحوا اسم الشرطة وبيعملوا محضر إن صديقهم مخطوف وفي خطر على حياته، وكمان واحد اسمه هاورد قطع رجله. لكن ضابط الشرطة قال لهم إن مفيش حد اسمه هاورد في العنوان ده، ووعدهم إنه هيستمر في البحث، لكن قال لهم إن في شرطي متقاعد ممكن يساعدهم، واداهم الكارت بتاعه وقال لهم اسمه المفتش ليبوند. وبيظهر ولس وهو متحول لشكل حيوان الفظ، وهاورد مركب له انياب من عظم رجله وبيكلمه ويقول له انت المفروض تكون سعيد انك بقيت فظ وتعيش مع البشر ووحشيتهم، واجبره انه يتعلم السباحه بالقوه ورماه في الميه. وتحت الميه ولس بيلاحظ ان مش هو الضحيه الاولى لهاورد، وفي ناس كتير ماتت وحولها هاورد لحيوان الفظ. وإيلي وتيدي قابلوا المفتش ليبوند وقال لهم إنه من سنوات عديدة كان بيحاول يقبض على شخص اسمه هاورد. استدرج لاعب ولقينا جثته، بس كان مقطوع لسانه ورجليه من عند الركبة وإيده ملزوقة في جسمه، بس ما قدرناش نوصل لشخصية هاورد ده. لكن قابلت راجل عجوز ساكن لوحده في نفس المنطقة، بس ما كنتش متخيل إنه قاتل محترف، ولما رجعت له لقيته عزل من بيته واختفى. وبيظهر هاورد وهو بينادي على ولس بمستر تاس وسعيد بصداقته وبيديله سمكة نية ياكلها، وتعامل معاه انه حيوان الفظ فعلا، ولانه ولس جعان جدا اكل السمكة. بعدها إيلي وتيدي ومعاهم المفتش وصلوا للكافيتيريا وسألوا البنات عن ولس ووراهم صورته، قالوا له انه وصل عندهم فعلا من ايام، وخد ورقة وقلم وكتب عنوان ومشي. فالضابط طلب منهم المذكرة اللي كان ساند عليها ولس وهو بيكتب، ورفع بصمة القلم من على الورقة باستخدام القلم الرصاص وعرف العنوان. وبنرجع لهاورد وهو بيعلم ولس السباحة وبيقول له شكرا مستر تاس لانك سمحت لي اقتلك واكل من لحمك لما كنت جعان على الجزيرة، وسمحت لي ادخل جوه جسمك علشان يحميني من البرد. وقال له انا عارف ان انا اللي عملته ده خطأ كبير، ودلوقتي انا بعتذر لك وهديلك فرصة تقتلني علشان ضميري يرتاح، بس لازم ادخل معاك في معركة زي اللي كانت على الجزيرة، ولو قتلتك يبقى ما تستحقش تعيش، ولو قتلتني يبقى انا كفرت عن ذنبي ورضيت ضميري. وبيلبس هاورد بدلة على شكل فظ وبيبدأ معركة مع ولس، ولانه ولس مدرك انه مخادع وممكن يقتله في اي لحظة، غرس اسنانه في رجله ووقعه على الارض، وطلع على صدره وغرس اسنانه في قلبه وقتله بكل قوة. وهاورد بيموت وهو سعيد وبيقول ولس عملت المطلوب منك مستر تاس، ومات. ووصل تيدي وإيلي عند ولس واتصدموا لما شافوه، والمفتش ليبوند عاوز يموته لكن إيلي منعته. وبتمر سنة وبيظهر ولس في حديقة حيوان، وكل يوم تيدي وإيلي يزوروه هناك ويدوله سمك ني. وإيلي بصت لولس وقالت له إنها لسه بتحبه وبتسيبه وتمشي، وبيبكي ولس. ودي نهاية الفيلم. لو عجبك الملخص دوس لايك واشترك في القناة، وما تنساش تعمل شير.